عملته ومن حلاوته مشبعناش منه كله بقى بسبب التتبيلة دي. بجد بقى مهما تجربي وكمان مهما تعملي مش هتلاقي احلى من التتبيلة دي. هي بقى دي اللي هتديكي الطعم المظبوط اللي تخليكي بقى ما تشبعيش من السمك اللي هتاكليه. جبت 4 فلفلات اخضر و1 فلفل حار وده طبعا اختياري، وعصرت بقى عليه ليمونتين، وكمان حطيت 3 معالق جزر مبشور ومعلقتين صغيرين من الثوم المفروم. حطيت بقى التوابل بتاعتي، كانت ملح وثوم بودر وكمان كمون وكزبرة ناشفة و7 بهارات، وكمان حطيت 4 معالق كبار من الخل الابيض. وخدت بقى ده كله وحطيته في الكبة بتاعتي وضربتهم بقى كويس جدا لحد ما بقى معايا بالشكل ده. ولو لسه بقى مكملة معايا الفيديو لحد هنا ياريت بقى تدعميني باللايك والمتابعة. وبعد كده بقى حطيت التتبيلة في السمك طبعا بعد ما غسلته كويس، وحطيته بقى في التلاجة حوالي 8 ساعات او كمان اكتر عشان بقى يشرب التتبيلة براحته. ممكن بقى تقليه او تشويه وكليه بقى وبألف هنا.